المزيكا دي رقي وحاجه جميله جدا. انا عرفت ان ربنا مش عايزني فيها بجد، ربنا الهمني وبيفتح لي باب رزق اقدر انتجه زي المزيكا بالظبط، بل بالعكس يمكن احسن كمان. انا كنت عازف اورج، انا موسيقي يعني، كنت عازف اورج عضو في نقابه الموسيقى الموسيقيه اساسا. انا عازف اورج وموزع موسيقي لحد 29 سنه، لحد 2015 اللي فاتت دي، سنه 2015 عملت حادث بعربيتي، حصل لي بقى كل اللي انا فيه ده الحمد لله. طبعا فقدت بصري وعمليات في رجلي وعمليات في وجهي وكذا حاجه يعني. وبرضه نزلت تاني لعبت مزيكا برضه لحد كورونا. بعد كده بقى وقفت بقى الدنيا معايا خالص، بقى لقيتها خلاص هي ربنا مقفلها خالص معايا. يعني ربنا الهمني بقى ان انا بحب في البيت، موهوب يعني بموضوع الطبخ والاكل والحاجات دي كلها. ففكرت بقى كده ربنا الهمني ونزلت بقى توكلت على الله وعملت السندوتشات، اسرع وجبه واسهل وجبه بحيث اقدر انزل بيها، ما تبقاش مثلا وجبات بقى وبتاع، عشان البوكسات صغيره وكده ما ينفعش فيها الوجبات والحاجات دي. المزيكا دي رقي وحاجه جميله جدا، لكن كعمل لا خلاص. طبعا اصدقائي زي ما هم وحبايبي وكل الفنانين والفنانات وكلهم حبايبي طبعا جدا، وربنا يا رب يرزقهم ويسعدهم ربنا طبعا. بس خلاص انا بالنسبه لي انا قفلت الباب دوت، بقت المزيكا دي لنفسي انا في البيت، يعني حاجه بحبها كده العبها بمزيكا بس كهوايه من عند ربنا بس، مش اكتر ولا اقل. الحمد لله انا حسيت ان ربنا الهمني وبيفتح لي باب رزق واقدر اعمله، اقدر انتجه زي المزيكا بالظبط، بل بالعكس يمكن احسن كمان. فتوكلت على الله وبالنسبه لي كده المزيكا انا عرفت ان ربنا مش عايزني فيها بجد. كنت امتلك عربيه صغيره كده الحمد لله ربنا كان رازقني بيها. راجع من الشغل كنت رايح اصلي الفجر، حصل ان انا كنت ماشي بالراحه جدا بسرعه خفيفه جدا، وجي ولد كده ربنا يسامحه يعني، انا مسامحه طبعا ومسامحه جدا لان انا في خير جميل جدا من عند ربنا في نعمه. خبطني من ورا، هو كان سايق بسرعه رهيبه جدا يعني، خبطني من ورا وفضل بقى يسحب فيا، يعني انا كنت الستر بتاعه هو، ففضل يسحب فيا بقى. انا خدت بقى كل حاجه في الشارع، خدت اليوفط كلها والشجر اللي في الشارع، وخدت الاندام كلها من بابي انا، لحد ما ضمت على العمود كده العربيه. حصل لي بقى في جسمي انا كسر في الجمجمه، نزيف داخلي في المخ، نزيف داخلي في الرئه، كسر في وجه الشمال واليمين، كسر في فك العلوي والسفلي مركب شرايح مسامير، كسر في رجلي مضاعف مركب مسمار نخاعي ومسمارين في ركبتي الشمال، وكتافي الاثنين طبعا كانوا مكسورين، وفقدت بصري. دي بقى الحاجه اللي كانت النعمه اللي عند ربنا الكبيره يعني. والحمد لله دي رجعت اهوت سليم وبعقلي وبايديا ورجليا، وما فيهاش اي حاجه الحمد لله، ربنا لطيف ورحيم. الحمد لله ما كنتش باذي حد ولا اي حاجه طول عمري الحمد لله والله. بس هو ربنا حبني قوي يعني، حبني بصراحه قوي يعني، ابتلاني كده بابتلاء كمان يعني. عارف ابتلاء فقدان البصر ده عند ربنا حاجه كبيره جدا يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من فقد احد حبيبتيه يعني ايه وصبر دخل الجنه. عاوز ايه تاني بقى كده يعني مفيش هنا بعد كده يعني. دلوقتي بصراحه بقيت في وسط اولادي يعني، بجد بقينا اصدقاء كده مع بعض متحدين كده خلاص الحمد لله. وزوجتي طبعا ربنا يبارك لها، واولادي ربنا يبارك لهم يا رب كده. انا ربنا رزقني بالزوجه الصالحه، وبفضل اقول الكلام دوت، وافضل اقول ان هي انسانه كريمه طيبه حنونه قويه عندها عزيمه زيي بجد يعني، ملاش اي طلبات، ست طيبه جدا يعني. ربنا بجد جميل بجد جميل بجد يعني معايا الحمد لله. عندي بنوته في ثانيه اعدادي، وعندي ولد في رابعه ابتدائي، وعندي ولد في حضانه. البنوته اللي في ثانيه اعدادي باذن الله هي ناويه على صيدله ان شاء الله، هي اللي ناويه يعني، هي مقرره كده باذن الله ومجتهده جدا والحمد لله يعني. ربنا يا رب يحميها ويحفظها لي يا رب كده. وابني محمد ناوي على عايز يطلع شيف، لان هو غاوي جدا موهوب زي كده وزي جده، موهوب جدا بالطبخ، فعايز يطلع شيف ان شاء الله. الحاجه اللي انا بعملها كتتبيله وبجهزها وكله هو الفراخ الستريبس، بانيه عادي خالص بيتي، بس بعمله ايه زي شكل الستريبس كده بتتبيله حلوه كده، كابوتشا بالبطاطس الفارم بالباكت الكاتشب، والباقي بقى جبن عادي، جبنه رومي 2 جبنه رومي مع البطاطس الفارم في باكت، لانشون ولحم وفراخ مع البطاطس الفارم في باكت، مربى وحلاوه في باكت، شوكولاته نوتيلا في باكت كده يعني. البانيه طبعا بجهزه من بالليل تتبيلات وحاجات زي كده، والصبح بصحى الفجر ان شاء الله اصلي اسبح واصحي زوجتي واولادي راضي يجهزوا للمدرسه، وزوجتي تصحى ونبتدي بقى نجهز مع بعض كل حاجه يعني ايه اللي بنشارك بعض بقى. النهارده انا هعمل كذا، ده يعمل كذا، ده يسوي كذا، مش حسب بقى يعني، حسب ما الدنيا تودينا وكده يعني، لحد ما اخلص البوكسين اللي قدامك وانزل اتوكل على زوجتي تجيبني هنا وتسيبني وتمشي،
يعني اخلص ان شاء الله ربنا بقى الكريم يرزقني اخلص، اقوم بقى متصل بيها تيجي تاخدني واروح. عندي الاستريبس ب 15 جنيه الساندوتش، وعندي الجبنه رومي الاثنين مع بعض في زي ما قلت لحضرتك كده ب 20 جنيه، واللانشون اثنين في لحم وفراخ ب 20 جنيه، والشوكولاته النوتيلا اثنين ب 15 جنيه، والمربى والحلاوه اثنين يعني ب 15 جنيه. نفسي ان باذن الله يبقى عندي مطعم كده حلو جميل كده، وكلكم تشرفوني فيه كلكم، واخرج كل المواهب بقى بتاعتي، كل المواهب اخرجها بقى فيه، يعني اكلات جديده وحاجات حلوه ان شاء الله ونظيفه وجميله. ونفسي في طلبين بقى، نفسي في طلبين هفضل اقول الطلبين دول كده بصراحه بكل تصريح. نفسي طلبين، نفسي اقابل ان شاء الله، نفسي اكل سياده الرئيس من ايدي، اقول اللي يطلبني واروح كده في مطبخه واكله من ايدي انا بصراحه. نفسي سياده الرئيس. ونفسي الطلب الثاني اقابل كابتن محمد صلاح، مش عشان حاجه والله، نفسي اقابله كده بحبه يعني، نفسي كده اقابله زي ما كلنا نفسنا نقابله طبعا بنحبه يعني. بس انا لا املك غير ان انا ادعي للناس، كل الناس اللي بتدعمني بصراحه نفسيا ومعنويا وجسديا، ان يجوا يعني يشيلوا معايا ويحطوا معايا ويساعدوني ويقابلوني. بصراحه كل دوت يعني عند ربنا حاجه جميله جدا يعني، بجد يعني.